وايضا فيكتور فالديز 2-2 او 3-2 اللي حكى عليها بوبو فيري كنا ممكن نشوفوها اليوم. ثم انا عندي ممكن ملاحظه فنيه في اخر المباراه. لاحظنا دائما البرسا في الدقائق الاخيره يكون اخطر. في الشوط الثاني تحديدا في راي المتواضع انه اتلتيكو طمع في المباراه، ولا البارسا يلعب بمرتدات، يلقى مساحات، يلعبوا الكرات في ظهر الوسط، يخرجوا تقريبا نيمار مع فابريغاس وميسي 3-على-3 3-على-2 شفناها برشا حالات. لذلك كانت خطوره البارسا في اخر دقائق وجاهم ممكن كره الربح. لكن بصفه عامه نقول انه الاتليتيكو بصراحه اليوم اكد انه في ثالث مباراه ما يخسرش مع برشلونه مش سهل، وانه واضح انه كما نقول بالفرنسي عدى الباليه سوبيريور، عدى الحاجز النفسي، رفع السقف. رفع السقف العالي، ويظهر لي ذاك الحاجز النفسي من عقده برشلونه وريال مدريد زالت الى الابد. وهنا نحب ننهي باخر كلمه ما قلتهاش في التعليق لكن باش نقولها معاك زميلي خالد. هذا الاتليتيكو مدريد التحول لفريق اتلتيكو مدريد هو نتيجه انتصاره على الميرينجي في نهائي الكوبا ديل ري. ذاك الانتصار وتلك المباراه اعطته الثقه في امكانياته وانه قادر ان يقارع الكبار محليا طبعا عصام سأستغل الفرصه. هل تعتقد ان الدوري سينحصر بين ثلاثي؟ كنا قد شاهدنا البارسا واتلتيكو مدريد جنبا الى جنب وابتعد ريال مدريد، هناك فرصه قائمه لريال مدريد. هل غدا سيشتعل الدوري، تشتعل المنافسه في الجولة الإياب؟ 19 جولة تنتظرنا في مرحلة إياب. أنا في رأيي أن ريال مدريد لن يفرط في هذه الفرصة. غدا جاته نتيجة التعادل اللي ترضيه واللي تغريه واللي حب عليها، ويظهر لي الآن الفريق سيشحن بهذه النتيجة العودة على بعد 3 نقاط فقط من الكبيرين، وما زالت مباريات وما زالت منافسات مباشرة، وما زال استقبال لبرشلونة في الكامب نو، وما زال ديربي اللي في الكالديرون او في برنابيو يبقى بنفس الحظوظ 50-50. لذلك انا اتصور أن ريال مدريد غدا لن يفرط هذه الفرصة للاقتراب من ثنائي الصدارة، وأن التنافس سيكون ثلاثي مع شرط نقول الإطار الأوروبي. كابتن خالد أين سيصل كل فريق؟ نعرف الفرق الثلاثة تقريبا باستثناء ريال اوكي شالكا عنده مباريات صعبة في الدور الثاني. الفريق اللي باش يمشي بعيد في الشامبيونز ليج ممكن يخلي ريشه ويضيع نقاط في الدوري طبعا. لكن اعتقد ان الدوري سيحسم في الجولات الثلاثه في الجولات القادمه ان شاء الله. طبعا شكرا لك زميلي عصام الشوالي، كنت معنا هنا في فيسنتي كالديرون، معلق على المباراه معلق عليها زميلي علي سعيد الكعبي من الدوحه. شكرا لك. اذا نعود الى السؤال